في الفترة الأخيرة أكيد سمعت كل الناس بتتكلم عن حاجة اسمها بيكسل، ولكن مفيش حد فيهم قال لك إيه هو البيكسل ده وإزاي تستخدمه وإزاي تستفيد بكل مميزاته. في الفيديو بتاع النهاردة أنا هاخدك من شخص ما يعرفش حاجة عن البيكسل لشخص ما يعرفش يشتغل بعد كده غير بالبيكسل. تمام؟ خليك معايا في الفيديو بتاع النهاردة وركز، وكوباية القهوة بتاعتك أو كوباية الشاي وركز معايا في الفيديو. بكل اختصار إن البيكسل هو عبارة عن أداة تتبع اتعملت علشان تقدر تتبع سلوك العميل أو تتبع بيانات العميل اللي بيخش على الستور بتاعك. طيب أنت سمعتني دلوقتي إن أنا قلت كلمة ستور اللي هو كلمة متجر. أيوه، عشان تعمل البيكسل ويكون عندك البيكسل وتقدر تستفيد بمميزاته لازم يكون عندك ستور أونلاين علشان تقدر تربط بينه وبين الاد بتاعك. تمام؟ لان طبعا اي شخص بيخش على الستور انت لازم تعرف هو كام شخص دخل، الشخص ده عمل ايه، الشخص ده عمل اد تو كارد اللي هو عمل بس اضافه المنتج للسله او بس اتفرج على المنتجات والحاجات دي كلها. طيب انا اعرف كل ده منين؟ بسيط، عن طريق البيكسل. تمام؟ فعلشان تعمل البيكسل لازم يكون عندك ستور اونلاين، دي الحاله الوحيده اللي تقدر تستفيد بيها بالبيكسل. تمام؟ طيب خلينا ننتقل على الكمبيوتر ونشرح بالرسم اكتر عشان نفهم اكتر يعني ايه بيكسل. تمام؟ احنا زمان قلنا ان احنا عندنا اداه البيكسل هنا فوق. تمام؟ نكتب كده ان هي اداه بيكسل. تمام؟ وهي عباره عن اداه ربط بين فيسبوك، يعني انا هنا عندي فيسبوك اللي هو الادز مانجر بتاعي، وبين الستور بتاعي. تمام؟ طيب انا عملت هنا اد، تمام، ولكن انا عملت الاد عشان احول الناس على الستور بتاعي. طيب الناس اللي راحت على الستور دي انا ما اعرفش عنهم حاجه لو انا ما عنديش البيكسل او مش رابط البيكسل بالستور بتاعي. تمام؟ طيب في الحالة دي أنا كده خسرت كل حاجة. يعني أنا ممكن أجيب مبيعات ولكن أنا مش عارف أنا جبت كام مبيعات فعليًا، مش عارف كل مبيعة كلفتني قد إيه. فاهم؟ لأن فيسبوك بيحسب ليك كل مبيعة اتكلفت قد إيه، كل ظهور اتكلف قد إيه، كل كليك أو كل ضغطة الناس عملتها اتكلفت قد إيه. تمام؟ فأنا باقدر أعرف كل المعلومات دي عن طريق البيكسل اللي أنا رابطه بالستور بتاعي. فأنا لو مش رابط البيكسل بالستور بتاعي أنا ما أعرفش حاجة، ما أعرفش مثلًا العميل ده دخل عمل إيه في الستور بتاعي، سلوك العميل مع الستور، فاهم؟ التفاعل بتاع العميل مع الستور انا ما اعرفش عنه اي حاجه. تمام؟ فعلشان كده انا لازم يكون عندي البيكسل ولازم اكون رابطه بين الاد بتاعي والستور. فاهم؟ عشان اي حاجه تحصل على الستور انا اقدر اعرفها عن طريق الفيسبوك بتاعي. تمام؟ طيب زي ما احنا قلنا كده ان هي اداه تتبع. طيب هل هي محرمه؟ يعني هل انا هيتقبض عليا بعد ما استخدمها؟ لا، لان هي اداه سلميه بتستخدم بس للحاجات السلميه، يعني ان انت تتبع الادز بتاعتك، تتبع ان هي دخلت التارجت بتاعك، حققت التارجت، حاجه محتاجه تحسن، مثلا عايز تعمل ريتارجتنج، لان من المميزات بتاعته ان انت تقدر تسجل بيانات العميل وتعمل له ريتارجتنج بعد كده بديسكاونت مثلا او خصم لو مثلا هو كان ضاف المنتج بس للسله. فاهم؟ وهعرفك كل ده بتجيبه منين وبتعمله ازاي. تمام؟ طيب احنا اتكلمنا على البيكسل، ازاي اعمل بقى البيكسل ده؟ تمام؟ خليك معايا في الفيديو وانا اقول لك ازاي. كل اللي عليك انت تيجي على كروم تكتب فيسبوك. في طريقتين. تمام؟ خلينا نبدا باسهل طريقه، فيسبوك ادز. تمام؟ وبتفتح عندك اللي هو الفيسبوك ادز بتاعك. تمام؟ زي ما انت شايف كده بعد ما بتفتح الادز مانجر بتاعك بتلاقي هنا 3 شرط على الجنب كده مايلين. تمام؟ في طريقتين، اول طريقه هي دي ان انت تعمل اول تولز. تمام؟ وبعد كده تنزل تحت وتعمل ايفنت مانجر. تمام؟ زي ما انت شايف كده ايفنت مانجر اللي تحت دي. تمام؟ طيب الطريقه الثانيه خلينا نرجع تاني هنا. تاني طريقة بقى إن أنت تقدر تعمل بيكسل من ناحية هنا على طول بتلاقيها ظاهرة على الجنب كده اللي هي الدايرة اللي طالع منها 3 دوائر صغيرة اللي هي ايفنتس مانجر برضه. تمام؟ فاحنا كده عرفنا إن في طريقتين نعرف نعمل بيهم بيكسل. تمام؟ كل اللي عليك إن أنت بتيجي هنا تعمل كونكت داتا. تمام؟ لو عايز تعمل حاجة جديدة زي ما أنت شايف كده إن هو بيقول لك ويب. تمام؟ أنت ممكن تربطه سواء بالويب أو بالأب بتاعك. تمام؟ ولكن احنا هنا في الويب. تمام؟ طيب بعد كده بتعمل يقول لك هنا سميها، عايز اسم ايه؟ تمام؟ هنقول مثلا شوز بيكسل. تمام؟ وهتعرف الفيديو الجاي ليه انا سميته كده. تمام؟ 2. تمام؟ بعد كده بضغط على كلمة كرييت اللي موجودة تحت. تمام؟ وتستنى شوية هيفتح ليك طبعا الخطوات اللي بعد كده المفروض تعملها. زي ما انت شايف كده بيقول لك هنا ازاي بقى تربطه بالويب سايت بتاعك او بالستور بتاعك. تمام؟ اول طريقة صعبة شوية ولكن هنشرحها ولكن في فيديو تاني. تمام؟ خلينا في الطريقتين التانيين لان هم اسهل واسرع. اول طريقة معانا اللي هي البارتنر اللي هو الناس اللي عندها كولابوريشن او تعاون مع فيسبوك زي مثلا شوبيفاي او ويب كوميرس او الحاجات دي كلها. تمام؟ وهوريك دلوقتي المنصات بالفعل اللي عندها كولابوريشن معايا زي ما انت شايف كده: ووب كوميرس، ويكس، ووردبريس، شوبيفاي. الحاجات او المنصات اللي معاها كولابوريشن مع فيسبوك بتقدر انت تربط البكسل على طول من غير ما تعمل اي حاجه. تمام؟ طيب انا شخص مش معايا ولا منصه من دي، اعمل ايه؟ هتعمل سيت اب مانوالي. تمام؟ وبعد كده تعمل نيكست.
طبعا زي ما احنا قلنا الكونفرزيشن اي بي اي هنسيبه للفيديو تاني وهنخلينا في الميتا بيكسل. طيب خلينا نقول لك الفرق بالسريع على السريع كده بين الكونفرزيشن وبين البيكسل. الكونفرزيشن عباره عن سيرفر لسيرفر. يعني انا مثلا في السيرفر بتاع الفيسبوك بيروح يتكلم او بيروح يجيب البيانات بتاعه العملاء من سيرفر الستور بتاعي. طيب الميتا بيكسل عباره عن ايه؟ عباره عن الكوكيز اللي هو التعريفات اللي بتظهر ليك في اي سايت. لما شفت انت لما بتدخل على اي ويب سايت كده بيظهر لك تحت اكسبت ولا ديسلاين او الحاجات دي كلها، اللي هو بتوافق فعلا ان مثلا الموقع ده يتتبع بياناتك ويعرف سلوكك مع الموقع ولا لا. هو ده بالظبط البيكسل. طيب ايه المشكله بين البيكسل وبين الكونفرزيشن؟ الكونفرزيشن بيكون اكتر دقه لان بيجيب لك البيانات بالفعليه. اول حاجه البيانات ببياناتها، فاهم؟ يعني العميل ببياناته بس. لكن البيكسل بيجيب لك البيانات، ولكن ساعات بيكون في اختلاف بسيط في الارقام اللي هو بيديها لك. وده ليه؟ لان ممكن عميل يعمل مثلا مسح للكروم بتاعه ويخش من اول وجديد، فالبيكسل بيسجله كأنه شخص جديد، فاهم؟ رغم ان هو نفس الشخص اللي كان دخل مثلا واشترى، فاهم؟ فلو شخص دخل واشترى وطلع مثلا ودخل من ويب سايت تاني او دخل من متصفح تاني، البيكسل بيسجله كأنه شخص لسه اول مره يخش، فاهم؟ فبيعمل عندك ضرب شويه او مثلا يعني لخبطة شوية في الأرقام، ولكن مش اللخبطة اللي تخلّيك مثلًا تخسر كل حاجة أو ما تعرفش تتبّع البيانات بتاعتك، تمام؟ ده الفرق البسيط بين الpixel والconversation API، تمام؟ الconversation API هنتكلم عليه بشكل مفصل في فيديو تاني لوحده، تمام؟ خلّينا دلوقتي في الbeta pixel، تمام؟ meta pixel وبتعمل هنا next. زي ما أنت شايف كده بيدّيك كود. طبعًا الكود ده بيحتاج شخص محترف شوية إن هو يقدر يحطه لك في الbody بتاع الstore، تمام؟ ولكن في الفيديو بتاع النهارده هاوريك طريقة أسهل مع منصة سهلة وأنا أنصحك إن أنت تتعامل معاها، بتخلّيك إن أنت بس تثبّت الpixel بالID بتاعه، تمام؟ ولكن عايز تشوف الطريقة دي وإزاي نثبّته، اكتب لي تحت في التعليقات وأنا أقول لك بشكل مفصل لو معاك منصة تانية غير اللي أنا هاتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده، تمام؟ باعمل copy، تمام؟ وبانزل تحت هنا باعمل continue، تمام؟ بيقول لك هنا ان انت عايز تعمل ماتشنج اوتوماتيك، يعني اللي هو مثلا البيكسل يقوم على طول يتتبع البيانات دي، اللي هو مثلا الايميل الاول، الاسم الاول، اخر اسم، رقم التليفون، الاي دي، البلد، مثلا الجنس بتاعه او النوع بتاعه وتاريخ الميلاد. انت قول له مثلا ممكن اللي هو اللي هو بتاع البوسطه ده نلغيه لان مش موجود عندنا في مصر اصلا، ونعمل done. بعد ما تعمل done انت كده عملت البيكسل خلاص وبقى عندك بيكسل موجود على الاد مانجر بتاعك، تمام؟ طيب ازاي اربطه بقى بالستور بتاعي؟ زي ما انا قلت لك المنصه اللي هنتكلم عليها النهارده اسمها ايزي اوردر، منصه سهله وحرفيا بتسهل عليك كل حاجه انت ممكن تحتاج لشخص تاني خبير علشان يعملها لك، وبتعمل لك باسهل طريقه، تمام؟ هنعمل لنا كلمه دخول، انا هخش على الستور بتاعي انا، تمام؟ الستور اللي اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، تمام؟ بعد كده تيجي على كلمه الاعدادات، بيقول لك هنا اعدادات البكسل. زي ما انت شايف انا بالفعل رابط هنا بيكسل، ولكن بيقول لك هنا انت بس محتاج تحط الاي دي بتاعك بس بتاع البيكسل، وهو هيربط بين الستور وبين الاد مانجر بتاعك، تمام؟ طيب الاي دي ده انا اجيبه منين؟ بسيط، هترجع هنا للبيكسل بتاعك وتيجي على كلمه سيتنجز، وهتلاقي هنا الكود الاي دي بتاعك هنا، تعمل عليه ضغطه كده صغيره هيقول لك ان هو تم النسخ. تيجي هنا وتعمل له بيست، تمام؟ وبعد كده ما تنساش تعمل حفظ عشان طبعا الستور بتاعك يقرا ان هو في بيكسل اتحط او في تعديل جديد اتحط في الستور، تمام؟ طيب انا اعرف منين ان الستور بتاعي دلوقتي بقى فيه بيكسل؟ بسيطه، كل اللي عليك ان انت تيجي هنا وتخش على اللي هو الكروم ستور ده، تمام؟ اللي هو الادوات بتاعه الكروم، وتكتب هنا في السيرش ميتا بيكسل هيلبر، تمام؟ وبعد كده تسطب الاداه دي على الكروم بتاعك، تمام؟ وبعد كده بتخليها ظاهره ان هي لان انت هتستعملها كتير، فثبتها هنا زي ما انا مثبتها كده، تمام؟ وبعد كده بقى انا عايز اتبع فعلا ان في بيكسل مربوط بالستور بتاعي. هنخش على الستور بتاعي، تمام؟ وزي ما انت شايف كده انا اول ما دخلت اداني فوق علامه واحد كده، تمام؟ رقم واحد هضغط عليه، زي ما انت شايف كده اداني ان بالفعل في بيكسل مربوط بالستور، وكمان اداني كود البيكسل لو انت شايف ان اخره 181، تمام؟ طيب عشان بالفعل اكد ليك ان هو نفس الكود، زي ما انت شايف كده ان هو نفس الكود اللي موجود هنا هو نفس الكود اللي هو اداهولي لما انا دخلت على الستور بتاعي، فاهم؟ يعني هو معنى كده ان ربط البيكسل وفعلا البيكسل مربوط بنجاح، يعني اتربط صح، تمام؟ طيب هنا بقى بيقول لك التتبع بتاع العميل عمل ايه في الستور بتاعك لحد دلوقتي. لحد دلوقتي انا عملت بس البيج فيو، ان انا بس شفت الستور. طيب
خلينا نجرب ندخل مثلا على منتج زي ما انت شايف كده اداني رقم 2 دلوقتي. طيب ليه اداني رقم 2؟ لان انا عملت اكشن تاني، عملت اكشن زياده اللي هو فيو كونتنت، اللي هو انا شفت المحتوى بتاع الستور سواء كان المنتج او اي حاجه بتتباع او معموله على الستور انا شفتها. تمام. طيب خلينا مثلا نجرب اعمل اد تو كارت اللي هو ان انا احطه في السله. زي ما انت شايف كده اداني 3 او 4. اداني ان انا عملت اكشن اللي هو ضغطت على زرار وبعد كده الزرار ده بتاع اد تو كارت. تمام. لو انا عملت اد تو كارت هنا بيديك حتى البيانات بتاعه المنتج او السعر بتاعه اللي انا حطيته. يعني انت شايف كده سعر المنتج 300 جنيه، هنا بيديني فعلا ان هو برودكت والعمله، وكمان بيديني الفاليو بتاعته اللي هو 300 جنيه. تمام. طيب لو انا عملت عمليه اتمام الشراء مثلا او عملت اضافه للشراء والحاجات دي كلها وعملت اي بيانات مثلا كده وعملت اتمام الطلب. تمام. زي ما انت شايف كده ان هو بيديك مين تاني البيانات من اول وجديد. تمام. طيب انا البيانات دي كلها اشوفها فين؟ كل اللي عليك انت بتيجي هنا بعد كده بتعمل اوفر فيو وبتستنى شويه لحد ما بيسجل بقى الحاجات اللي اتعملت على الستور. هنسيبنا دلوقتي من الحاجه دي لحد ما هو يسجل شويه البيانات وبعد كده ارجع لك تاني. خلينا نرجع لبيكسل او نروح لبيكسل بالفعل معمول ومربوط وعليه كمان تسجيلات والحاجات دي كلها عشان اقول لك انت ممكن تستخدمه ازاي. تمام. طيب كل اللي عليك ان احنا هنيجي على البيكسل بتاعنا اللي هو انا بالفعل كنت بستخدمه. تمام. ونعمل هنا على اوفر فيو. شايف كده ان هنا بيظهر لي كده البيانات بتاعتي انا كلها بتاعت البيكسل اللي هو اتبعها لحد دلوقتي. تمام. على الجنب هنا بتلاقي كود البيكسل، على الجنب هنا بتلاقي الويب سايت اللي انا رابطه بالفعل بالبيكسل بتاعي. تمام. ولما بتنزل تحت هنا بتلاقي في حاجه اسمها بيج فيو، فيو كونتنت، اد تو كارد، بيرشيز اللي هو عمليات المبيعات. تمام. اللي احنا بالفعل شفناها سوا هنا، الحاجات اللي كانت بتظهر لنا هنا هو بيسجلها هنا. تمام. فانت لما بتيجي تخش هنا هو بيظهر لك كام واحد دخل مثلا شاف المحتوى بتاعك، كام واحد حط المنتج للسلة، كام واحد عمل تشيك اوت اللي هو بالفعل كان مثلا راح لمنطقة اللي هو يكتب البيانات بتاعته، كام واحد اشترى بالفعل. تمام. طيب انا شخص عايز مثلا اعمل حاجة جديدة او اضيف مثلا ايفنت جديد. تمام سهل. كل اللي عليك انت بتعمل هنا وبتعمل الويب سايت بتاعك بتقول اول ترافيك. تمام. وهنا بتكتب بقى الحاجه او الصفحه اللي انت عايز تتبعها وبتعمل كرييت. هو كده بيعمل ايفنت جديد ان هو بيتبع لك، بيجي يسجل لك بقى اي حاجه بتحصل في الحاجه اللي انت حددتها دي. يعني مثلا انا لو جيت هنا وحددت ان انا والله عايز يتبع لي الناس اللي داخله على سياسه الشحن، بربط بين سياسه الشحن وبين الستور بتاعي، بين اللي هو الادز مانجر بتاعي، واي حد بيخش عليها بيجيب لي البيانات بتاعته هنا. تمام. هنتكلم عليها بشكل مفصل اكتر الفيديو الجاي، ولكن عشان نفهم برضو بشكل سريع. طيب انا سجلت يا عم وعملت كل حاجه وبالفعل عندي بيانات ممكن اعمل ريتارجتنج. انا في الحاله دي اعمل ايه؟ بسيطه. كل اللي عليك انت تعمل هنا اودينس، تيجي على اودينس. تمام. وبعد كده تعمل كريت ا كاستم اودينس وبتعمل ويب سايت اللي هو بيجيب لك الناس اللي تحت على الويب سايت بتاعك. طيب هو هيجيب الويب سايت منين؟ من البيكسل والبيانات المتسجله عنده. تمام. وبعد كده تعمل نيكست. وهنا بيظهر لك بقى بيقول لك انت عايز الناس اللي زارت الويب سايت بتاعك. عايز الناس مثلا اللي زارت الويب سايت عندي اخر 60 يوم مثلا او 90 يوم اللي هو اخر 3 شهور. تمام. طيب عايز ايه تاني؟ عايز الناس بس اللي شافت مثلا الصفحات بتاعت الويب سايت، ممكن تحددها من هنا. عايز الناس بس اللي شافت الستور وكمان فضلت في الستور شويه، ممكن تعمل من هنا. عايز الناس اللي شافت المحتوى مثلا اللي هو دخل على الستور بس، ممكن تعمل من هنا. تمام. طيب هنا بيحدد لك البيكسل اهو زي ما انت شايف فوق ان هو بيحدد لك البيكسل، انت عايز تختار البيانات من انه بيكسل. تمام. فانا اخترت مثلا من البيكسل ده. تمام. وبعمل هنا بيقول لك سميه، انت عايز تسميه ايه؟ مثلا ريتارجتنج. تمام. شوز 10% مثلا ديسكاونت. تمام. فانت كده انت بتعمل ريتارجتنج، بتعمل اعاده استهداف للناس اللي دخلت مثلا وعملت اد تو كارد بس من غير ما تشتري، وتقول لهم خدوا خصم 10% او يلا اشتروا. فانت كده بتشجعهم ان هم يشتروا، ياخدوا اكشن على الستور، يعملوا الخطوه اللي كانت فاضله اللي هي الخطوه بتاعت الشراء. تمام. وبعد كده بتعمل كريت اودينس. بعد ما تعمل كريت اودينس دي بقى تقدر تستخدمها في الادز بتاعتك. تمام. زي ما انت شايف كده انا كده عملتها. تمام. طيب لو رجعنا هنا بقى الاكونت اوفر فيو وجيت هنا عملت كرييت لمثلا ادز جديده، يعني انا خلاص هعمل ادز جديده، لازم تنزل تحت كده تلاقي في حاجه اسمها سيلز اللي هي الكونفرزيشن. تمام. بتضغط عليها وبعد كده بتعمل كونتينيو. بعد ما تضغط على كونتينيو بتستنى شويه وبتنزل. احنا اللي يهمنا دلوقتي هو
في تاني صفحة تقريبا هنلاقيها، تخش على تاني صفحة، وهي زي ما انت شايف كده، انت عايز الناس اللي تروح يعني تشتري منك تروح فين، تقول له الويب سايت، هو بيحددها اوتوماتيك. تمام. انت عايز ايه من الناس دي، يقول لك ماكسيمم نمبر اوف كونفرزيشن، اللي هو اعلى تحويلات واعلى مبيعات. تمام. وبتلاقي هنا في حاجه بقى اسمها داتا سيت، فبيقول لك اختار البيكسل بتاعك اللي انت عايز تستخدمه علشان تعمل عمليه التتبع بتاعتك للناس اللي على الستور بتاعك. تمام. طيب، وهنا بيقول لك بقى انت عايز تتبع ايه بالظبط. الناس مثلا اللي عملت اد تو كارد، الناس اللي عملت بيرشيز، فانت بتقول له البيرشيز، هو يعني انت عايز مبيعات، فبتقول له اتبع لي الناس اكتر اللي عملت بيرشيز. تمام. وبس كده، انت كده بكل الطرق دي او باسهل طريقه انت كده عملت بيكسل وعملت اداه تتبع وربطتها كمان بالستور، والستور هيبدا يتبع الناس اللي دخلت على الستور بتاعتك والبيانات بتاعتهم ويجيبها لك هنا على الادز مانجر بتاعتك، وبعدين تعمل لهم ريتارجن او لوكالايك والحاجات دي كلها. هنتكلم عن الحاجات دي كلها بشكل مفصل الفيديوهات الجايه، علشان ما اطولش عليك في الفيديو ده. يا رب تكون استفدت من الفيديو وان كان فيه معلومه مفيده ليك. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. لو حبيت ان تتفاوض ليا كل الحاجات دي او تحجز استشاره معايا، اتواصل معايا تحت من اللينك بتاع التواصل بتاعي في الديسكربشن. قول لي رايك تحت في التعليقات لو استفدت، لو كان في افاده ليك، لو كان فعلا بتستفيد من المحتوى بتاعي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. تصلي على النبي، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.